يا هلا فيكم من جديد. اليوم راح نسوي حلا صحي وسريع وغني بالبروتين بديل للحلاوة الطحينية، نفس القوام تقريبا ونفس الطعم، والأحلى من كذا سهل جدا، مجرد خلط ضغط ونستمتع بالطعم. أضفت سكوب واحد من بروتين الفانيلا حتى نضبط طعم الحلاوة الطحينية، مع سكوب واحد من الحليب الباودر، قليل من سكر ستيفيا إذا نحبه أكثر حلاوة. بعدها نضيف الطحينة بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يمتزج الخليط ويتجانس. مهم جدا يكون البروتين بنكهة الفانيلا حتى يعطينا طعم الحلاوة الطحينية الأصلية. لو استخدمتم نكهة ثانية راح يطلع الطعم مختلف، لكن ممكن يكون لذيذ حسب ذوقكم. ولو كنتوا على نظام الكيتو تقدروا تضاعفوا كمية البروتين وتستغنوا عن الحليب الباودر تماما، لأن الحليب الحيواني ممكن ما يناسب الكيتو. حابين تبتكروا نكهاتكم الخاصة تقدروا تبدلوا المكونات وتخترعوا وصفتكم الخاصة. الفكرة الأساسية بسيطة، مادة تكون باودر مثل دقيق اللوز، البروتين واي، الحليب زايد مادة دهنية مثل الطحينة أو أي زبدة مكسرات مع محلي. نشكل الخليط بأي قالب نحبه. حطيت بالقالب نايلون بلاستيكي حتى يسهل إخراجها بعدين. بعد كذا نضغط الخليط بقوة حتى يتماسك تماما. هذه الوصفة تعتبر بديل صحي للحلاوة الطحينية، وإذا أضفتوا البروتين واي فراح تكون مو بس حلاوة طحينية لكن بديل عن البروتين بار. هذه الوصفة كلها تعتمد على البدائل الصحية والنكهات الإبداعية. جربوها واخلطوا مكوناتكم الخاصة وشاركوني إبداعاتكم في التعليقات. هذا كل شيء لليوم. الحياة زي وصفاتنا، فيها تجارب، تعديلات وأحيانا مفاجآت. المهم نستمتع بكل لحظة ونستمر في الإبداع. شكرا لوقتكم الثمين، أشوفكم في فيديو جديد. لا تنسوا تبتسموا وتعيشوا بصحة وتخلوا كل لحظة لذيذة. في أمان الله.